أحب أن أعلق تعليقا مهما وأن أرسل رسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض إلى خطورة وجود الأجنبي في المنزل، وجود الأجنبي في المنزل. ولا أعني بالأجنبي أن يكون ليس سودانيا، ولو كان سودانيا أن يكون ليس من المحارم إن كان ذكرا أو أنثى. وجود الخدام في المنازل هو من الأمور التي انتشرت في الآونة الأخيرة. جاء في بعض الآثار قال إبليس عليه لعنة الله: ما أنا وضعت فخا، فخ عارف شنو؟ شرك، أشد ثقة في قبضه من فخ أو من امرأة أرسلها إلى رجل. الآن في تبرج ولا ما في؟ الآن الشوارع دي لبسان ولا ما في؟ فيها تبرج ولا ما في؟ فيها أشكال خطيرة ولا ما في؟ أنا دار سؤال البنات دي جن من وين؟ الرجل الأعرابي كانت امرأته جميلة من أجمل النساء العرب، فنظر إليها رجل فطلقها. مرة سمحة ما كعبة لكن بس جميلة طيب. قام في ظل عيال لها، قام شنو لما ساعة طلقها؟ قال دي طلقها. الجودية دخلت قالوا له علامة تطلقها؟ ماذا فعلت؟ لكثرة الشركاء فيه وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه وأرفع يدي عن طعام سقط عليه الذباب ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. والله كلام عجيب. زول ما يغير على محارمه، ما يغير على زوجته، ما يغير على أخته، ما يغير على أعراض المسلمين. الرجل الزوج يجيب المرأة بكامل زينتها، يوقفها ترقص قدام الرجال، ويمشي بمرته الصالات بتاعة الغناء، ويقعد قدام، ويقعد مرته قدام. يا ناس دين ما في، يا ناس دين ما في، رجال صاي ما في. مرتك يا أخي المسلم والكافر والسوداني والأجنبي والفي دول العالم، انت نايم في بيتك والمرة نايمة في بيتها، الناس برا يتفرجوا فيها. وين الدين؟ وين الحياء؟ أين الرجولة؟ الديك ما تجيب له ديك، جيب له مراية، جيب له مراية كبيرة وقفها له كده، شوف يعمل شنو. اديه 3 دقائق، لو ما كسر لك حتة ثاني ما تنضم معك. يجي مني شوف روحه في المراية دي كو ينقدها، لو ما كسر حتة ما يرتاح، ما عنده مشكلة. قدومه ده ينقطع ما عنده مانع، كرعينه يتقطع ما عنده مانع، صوبه يتمعق ما عنده مانع. مهمته الديك الثاني ده ولا صورته دي شنو تنتهي، ما يقبل وضع زي ده. يا اخي دي طيور، يا طيور، الطيور تغار على محارمها، وكثير من الناس لا يغار على عرضه.